اخوها داود الفقد شالوه من كان يداوم بالجيش، من اهله سفروه. داود جابوه مأمور يمنه اتذكره، انا كنت صغير. كان يقول هاي اخر لقاء وياكم، اني ما ادري وين راح ياخذوني وين يجيبوني، الله يرحمه. هاي صورته، هاي داود، هذا الورق الصوره. فشالوه والروح وهذا يومه. اخوه كاظم موجود، هذا سفروه. واخوه غازي همس السجن بقي، بس على مرته طلع. مرته كانت عربيه. غازي هم توفى، الله يرحمه ويرحم كل طيب. وابو من هجموا بك صدام على ايران، اسروهم جابوهم الزرباطين، بقوا فتره جدي مات بزرباطين، دفنوه بزرباطين بس وين ما ندري. هم رجعوهم سفروهم من جديد. هاي بس مثل ما يقول بك صدام من يقدر يحكي، كل اعدام، شغلات كلها اعدام، ما بيها كافله. مثلا اذا اجتمعوا حزب الدعوه او فشي كرد فيلي عنده غلط او فشي، ما بيه كل مجال اعدام. وناس مثل ما يقول تتعرف لا حول ولا قوه بوقتها. تاذينا اذيه مو شو ما كان، مثل ما يقول ماكو واحد ما يدري بحكم صدام بوقتها. هاي شغلة بيت جدي، خوالي وما خوالي، وانا راوني جوهر الامن، بس الامن. وهاي مال الهروب ماشيين، هاي والله الحزب كان يشيلون. وبقيتها من يطق عضو شعبي من الايام. واحد كان قال لي تكريدي مالك اصل مالك فصل، وبها انا بعد مثل ما يقول فقد قلت خلي هذا طيت اعدام مستميت كذا، وبيها شهود هاي السالفه مالتي والله العظيم. كان اطق لي عضو شعبي علامه استفهام، قل لي مثلا اي شيء يقول لك لا موظف مثلا تصير لا في شيء. وتحت المراقبه، تحت المراقبه مثلا ما ابو الحزب الدعوه والكراد الفعليه تحت المراقبه.